لو بصينا في العالم كله هنلاقي ان في عدد كبير جدا من اللغات، لدرجة ان في حوالي 7000 لغة. كل لغة فيهم ليها اكتر من لهجة واكتر من طريقة في النطق. السؤال هنا بقى، ليه كل اللغات دي موجودة وليه ما فيش لغة واحدة بس العالم كله يتكلم بيها وخلاص؟ ده اللي هنعرفه ونجاوب عليه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد معانا في القناة يا ريت بقى تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان نوصل لل1000 مشترك في اسرع وقت. ويلا بينا نبدأ الفيديو. في قصة مشهورة جدا ومتداولة بين الناس، وهي إن الناس زمان كانوا فعلا كلهم بيتكلموا بلغة واحدة بس، لكن في يوم من الأيام في جماعة من الناس دي قرروا إنهم يبنوا برج عالي علشان يطلعوا السماء، والبرج ده موجود في مدينة بابل اللي موجودة حاليا في جنوب العراق. وبعد بقى ما خلصوا بناية البرج ده، ربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم غضبه وبدأوا يتفرقوا، وكل جماعة راحوا في حتة وبدأوا يقولوا كلام محدش كان فاهمه من كتر الخوف اللي ملأ قلوبهم. وبالرغم بقى من انتشار القصة دي بين الناس إلا ان مفيش دليل على القصه دي، وبقى اسمها مجرد اسطوره. وفي البدايه بقى وقبل ما نخش في اي تفاصيل، لازم الاول نعرف ان اي لغه موجوده في العالم دلوقتي ما جاتش كده من فراغ ومن تلقاء نفسها، لا، ده اي لغه دلوقتي مشتقه وجايه من لغه تانية اقدم منها، وحتى اللغه اللي اقدم منها دي هي كمان جايه من لغه تانية اقدم واقدم. ونفضل بقى ماشيين في القصه دي لحد ما نوصل للغه الام اللي اتفرغ منها كل اللغات اللي جات بعد كده. ده طبعا بالاضافه لانقسام اللغات دي لعائلات ومجموعات، وده معناه ان كل مجموعه من اللغات بتنتمي لعيله معينه ومشتقه منها، زي اللغه العربيه والاراميه والاثيوبيه والاتشاديه، كلهم بينتموا لعيله واحده. وعندك برضو اللغه الانجليزيه والفرنسيه والهنديه بينتموا لعيله واحده هم كمان. يبقى كده عرفنا ان زمان كان في لغه واحده بس الناس بيتكلموا بيها، وبدات بقى اللغه دي تتغير بالتدريج للغات تانية وعائلات كامله من اللغات واللهجات. طيب بعد الكلام ده بقى لسه برضو ما عرفناش الاجابه اللي كانت في بدايه الحلقه، ايه برضو اللي خلى الناس كانت بتتكلم بلغه واحده وبعد كده قلبوا وبقى في العدد ده من اللغات؟ ما انت قلت ان القصه اللي اتقالت دي كانت خرافه. بص يا صديقي، الاجابه على السؤال ده ان اللي حصل ان عدد البشر بدا يزيد، وبداوا ينتشروا في كل بقاع الارض المختلفه، وبقوا عايشين في اماكن جديده وبيئه مختلفه. ففي منهم سكن في بلاد نهر النيل، وناس سكنت في الصين، وناس في اوروبا والمناطق الشماليه. وبالرغم من ان قبل ما يتفرقوا كانوا بيتكلموا بلغه واحده وزي الفل، لكن اللي حصل بقى غير كل الموازين، وحصلت حاجه ما كانتش في الحسبان خالص. والحاجه دي ان كل فئه ومجموعه راحوا مكان لقوا حاجات جديده ما كانوش يعرفوها ولا شافوها قبل كده، فاضطروا انهم يخترعوا مسميات للحاجات دي. وبدأ كل جماعة لما يشوفوا حاجة جديدة يقولوا عليها اسم. والمشكلة بقى ان هما مش بيغيروا الاسامي الجديدة اللي على الطبيعة وخلاص، لا، ده غيروا اسامي الحيوانات والنباتات والادوات والمعدات اللي بدأت تظهر في حياة كل مجموعة من الناس دي. في الحقيقة تغيير كلمات ومعاني اللغة مش ده السبب الوحيد لاختلاف اللغات في العالم، فطريقة النطق وطريقة استخدام معانيها بيختلف من جيل للتاني. وبالرغم من ان التغيير ده بيكون بطيء الا انه مؤثر جدا على المدى البعيد. تعال اوضح لك الكلام ده بمثال. لو معانا دلوقتي شوية كلام انجليزي كده من بتوع زمان وجيت انت تقرأه هتعرف؟ اكيد لا. طب بلاش الانجليزي، هنروح بعيد ليه؟ تعالى للغة العربية. اقرأ كده: خير الناس من كف فكه وفك كفه، وشر الناس من فك فكه وكف كفه، فكم من فكة كف كفت فكوكهم، وكم من كفة فك فكت كفوفهم، فكفوا فكوككم وفكوا كفوفكم. انا اسود على الكلام. والله انا ما عارف انا بقول ايه، بس المهم كفوا فكوككم وفكوكم من الامثله دي. وتعالى نكمل الفيديو. شفتوا بقى الموضوع صعب ازاي؟ فزمان بقى يا صديقي كانوا كلهم فاهمين بعض وبيلقحوا على بعض بالكلام المخيف ده. فاللي عايز اقوله لك ان مع مرور الزمن الناس بتتعرف على ثقافات جديده وبتخترع لغات تانية على حسب البيئه اللي هم عايشين فيها. ونفس الكلام ده هيحصل برضه لو حد فينا اتكلم بطريقه الكلام بتاعتنا دي وراح يتكلم مع حد من الناس القديمه مثلا. فتخيل كده تروح تقول لحد فيهم طالما الفجر لسه ما ادانش اوكي ايش تصبح الفل. المهم كفايه بقى هزار وتعالى نتكلم جد شويه. ممكن يجي في بال واحد دلوقتي حل للمشكله دي، والحل هو اننا نخترع لغه جديده واللغه دي تكون عالميه ونتفق عليها كلنا، وبمرور السنين يكون الكل بيتكلم بنفس اللغه دي. هقول لك كلامك جميل، وفعلا الحل ده طبقوه اكتر من مره، بس للاسف الطرق دي كلها فشلت. وكان من اشهر اللغات اللي كانوا عايزين الكل يتكلم بيها لغه اسمها الاسبرانتو، ودي لغه عالميه اخترعها العلماء زمان كمحاوله منهم انهم يعمموها على كل الناس اللي موجوده على
على الكوكب. فكانت اللغة دي لغة سهلة زي ما هم كانوا بيقولوا، ودعمها كتير من المنظمات العالمية، وكمان اتعلمها الآلاف من الناس، وانتشرت في روسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والصين واليابان وبعض الأماكن من الوطن العربي. لكن بقى بعد ما عدى سنوات كتيرة بدأت لغة الإسبرانتو دي تضعف وتختفي واحدة واحدة، وكان من الصعب جدا جدا إنهم يخلوا كل الشعوب تتخلى عن لغتها الأم اللي بتمثل هويتها وتاريخها علشان يتعلموا لغة تانية ملهاش ولا تراث حضاري ولا تاريخ. وبالرغم من التقدم اللي وصلنا ليه، إلا إن فكرة توحيد لغة ثابتة للعالم كله بقت فكرة صعبة جدا ومستحيل تتنفذ. وكده يكون انتهت حلقة النهاردة. لو الفيديو عجبك انزل بقى ادعمنا باللايك واكتب لنا رأيك في كومنت، وما تنساش بقى تشترك في القناة علشان عايزين نوصل ل1000 مشترك، وطبعا ما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهات من دي كتير. سلام عليكم.